أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا ندى إبراهيم في حلقة جديدة من برنامجنا قراءة في كتاب. في حلقة هذا اليوم سنتناول كتابا بعنوان الهيمنة الذكورية للكاتب والمؤلف بيير بورديو، والذي ترجم من قبل الدكتور سلمان قعفراني. في هذا الكتاب سنتناول عددا من المحاور والتساؤلات الملحة والتي سنجيب عنها ونناقشها، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. يقول الكاتب بداية: لكوننا متضمنين رجالا أو امرأة في الموضوع الذي نسعى إلى تعقله، فإننا استدمجنا في شكل ترسيمات لا واعية من الإدراك والتقدير البنى التاريخية للنظام الذكوري، وإننا نخاطر إذن بأن نلجأ كي نفكر بالهيمنة الذكورية إلى أنماط التفكير، وهي نفسها نتاج المهيمنين، وليس بوسعنا أن نأمل بالخروج من هذه الدائرة إلا بشرط أن نعثر على استراتيجية عملية بغية تحقيق موضعة ذات الموضع العلمية. وهذه الاستراتيجية التي سنتبناها هنا تتلخص بتحويل ممارسة التفكير الإعلائي الهادف إلى استكشاف مقولات الذهن، أو إذا ما تكلمنا مثل دوركايم إلى اكتشاف أشكال التصنيف التي نبني بها العالم، لكن ولكونها سليلة هذا العالم فهي متوافقة معه فيما هو جوهري لدرجة أنها تبقى لا مرئية إلى نوع من تجربة مختبر. وتقتضي تجربة المختبر بمقاربة التحليل الأثنولوجي للبنى الموضوعية وللأشكال المعرفية لمجتمع تاريخي مخصوص غرائبي وحميم غريب ومألوف في الوقت عينه، هو مجتمع بربر القبائل، بوصفها أداة عمل لتحليل سيسيولوجي للاوعي التمركز الذكوري قادر على القيام بموضعة فئات هذا اللاوعي. يقول الكاتب: في عالم مثل مجتمع القبائل، حيث نظام الجنسانية لم يتكون كما هو، وحيث تبقى الاختلافات الجنسية مغمورة في مجمل التناقضات التي تنظم كل الكون، فإن الخاصيات والأفعال الجنسية تنوء بمحددات أنثروبولوجية وكوسمولوجية، لذلك نحكم على أنفسنا بجهل الدلالة العميقة التي لها. إن نحن فكرنا وفق مقولة الجنسي في ذاته أن تكون الجنسانية كما هي التي تجد كمالها في الشبقية، ضيع علينا معنى الكوسمولوجيا المجنسة الذي ينغرس في طوبولوجيا جنسية للجسد المنشأ اجتماعيا وفي حركاته وتنقلاته التي حظيت على نحو مباشر بدلالة اجتماعية. فالحركة نحو الأعلى تقترن على سبيل المثال بالمذكر أو بوضع الفوق في الفعل الجنسي. إن تقسيم الأشياء والنشاطات الجنسية أو غيرها بحسب التعارض بين المذكر والمؤنث باعتباره تقسيما اعتباطيا، في حال كان معزولا يتلقى ضرورته الموضوعية والذاتية من خلال إدراجه في نسق تعارضات متجانسة: أعلى، أسفل، فوق، تحت، أمام، وراء، وهكذا، الذي يتوافق بعضها مع حركات الجسد. وهذه التناقضات المتشابهة في الاختلاف متطابقة بما فيه الكفاية لتدعم بعضها بعضا في لعبة لا تفنى من التحويلات العملية والاستعارات، وهي متباعدة بما فيه الكفاية لتضفي على كل واحدة منها نوعا من السمك الدلالي المتحدر من التحديد المفرط بالتناغمات والتضمينات وبالتوافقات. إن العالم الاجتماعي يبني الجسد واقعا مجنسا ومؤتمنا على مبادئ رؤية مجنسة، وينطبق هذا البرنامج الاجتماعي المستدمج للإدراك على كل الأشياء في العالم، وفي المقام الأول على الجسد نفسه في حقيقته البيولوجية. إن البرنامج نفسه هو الذي يبني الاختلاف بين الجنسين البيولوجيين وفق مبادئ رؤية أسطورية للعالم متجذرة في العلاقة الاعتباطية لهيمنة الرجال على النساء، وهي ذاتها متأصلة مع تقسيم العمل
في حقيقة النظام الاجتماعي. وهكذا بإمكان الاختلاف البيولوجي بين الجنسين، أي بين الأجساد الذكورية والأنوثية، وبشكل خاص الاختلاف التشريحي بين الأعضاء التناسلية، أن يبدو إذن وكأنه التبرير الطبيعي للاختلاف المبني اجتماعيا بين النوعين، إنما نسميه الحدس الأنثوي بوصفه شكلا خاصا من الوضوح الفريد للمهيمنين عليهم، هو في عالمنا نفسه غير منفصل عن الخضوع الموضوعي والذاتي الذي يشجع أو يجبر على الانتباه والانتباهات وعلى المراقبة والتيقظ الضروريين من أجل استباق الرغبات أو استشعار المضايقات. وقد أبرزت الكثير من الأبحاث نفاذ البصيرة المميز للمهيمنين عليهم، وخصوصا النساء منهم، وبشكل خاص نفاذ بصيرة النساء المهيمن عليهن ضعفين أو 3 أضعاف كالنساء الخادمات السود التي تعرضت إليها جوديث رولينز. في بين النساء هن أكثر حساسية للمؤشرات غير الشفهية من الرجال، والنساء يعرفن على نحو أفضل رصد انفعال غير شفهي وفك رموز المضمور. وبحسب تحقيق قام به باحثان هولنديان، فإن النساء قادرات على الحديث عن أزواجهن بكثير من التفاصيل، فيما الرجال لا يستطيعون وصف زوجاتهم إلا من خلال أفكار منمطة عامة للغاية صالحة للنساء عامة. ويلمح الباحثان إلى أن المثليين الجنسيين الذين كانوا قد تربوا بالضرورة على أنهم جنسين غريبين استدخلوا وجهة النظر المهيمنة، ويستطيعون تبني وجهة النظر بخصوص أنفسهم، وهذا ما يدفع بهم إلى ضرب من التنافر المعرفي والتقييمي، وحري بالمساهمة في جلاء بصيرتهم الخاصة، وإلى أنهم يفهمون وجهة نظر المهيمنين على نحو أفضل مما يفهم هؤلاء وجهة نظرهم. وبما أن النساء منذورات رمزيا للخنوع والكتمان، فإنهن لا يستطعن ممارسة بعض سلطة إلا برد قوة القوي المخصصة به ضده أو قبول الانحناء، وفي كل الأحوال أن يمتنعن عن سلطة لا يستطعن ممارستها إلا بتفويض. لكن بحسب القانون المعلن من قبل لوسيان بيانكو بخصوص مقاومات الفلاحات في الصين، فإن أسلحة الضعيف هي دائما أسلحة ضعيفة. إن الاستراتيجيات الرمزية نفسها التي تستخدمها النساء ضد الرجال كمثل استراتيجيات السحر تبقى استراتيجيات مهيمن عليها، لأن جهاز الرموز والمحركات الأسطورية الذي يضعنه حيز التنفيذ أو النهايات التي يصبون إليها كالحب أو الوهن الجنسي للرجل المحبوب أو المكروه، تجد مبدأها في رؤية المركزية الذكورية التي باسمها هن مهيمن عليهن. وبما أن تلك الاستراتيجيات غير كافية للتثوير علاقة الهيمنة، فإن لها أثرا على الأقل أن تمنح تأكيدات للتمثل المهيمن للنساء ككائنات شريرة. وفي نقطة أخرى يقول الكاتب: في منطق اقتصاد التبادلات الرمزية وفي البناء الاجتماعي لعلاقات القرابة والزواج بتحديد أكثر، الذي يعزل للنساء مكانتهن الاجتماعية كأشياء للتبادل حددت طبقا لمصالح الرجال، وخصصت لتساهم بذلك في إعادة إنتاج رأس المال الرمزي للرجال، حيث يكمن تفسير الأولوية الممنوحة للذكورة في علوم التصنيفات الثقافية. إن تحريم المحارم الذي يرى فيه ليفي ستراوس الفعل المؤسس للمجتمع، بما أنه يتضمن أرض التبادل المتفق عليه على أنه تواصل متساو بين الرجال، ملازم لمؤسسة العنف التي من خلالها تنكر النساء باعتبارهن ذوات للتبادل والتحالف اللذين يقامان عبرهن، لكن من خلال اختزالهن إلى حال الأشياء، أو بالأحرى إلى وسائل رمزية للسياسة الذكورية. وبما أنهن منذورات للتجول مثل إشارات ائتمانية ولتأسيس علاقات بين الرجال كذلك، فإنهن نساء مختزلات مكانة وسائل إنتاج وإعادة إنتاج رأس المال الرمزي والاجتماعي. ولعله يجب أن نرى
إذا ما دفعنا بالقطيعة مع الرؤية السيميولوجية الصرف لليفي ستراوس إلى نهايتها في التداول السادوي الذي يجعل مثل ما تقول آن ماري من الجسد النسوي بالمعنى الحرفي موضوعا قابلا للتقييم والتبادل البيني، يتبادل بين الرجال بالطريقة نفسها كما تتبادل النقود. وفي زاوية أخرى يقول الكاتب إن المعايير التي نقيس بها النساء ليست من الكونية في شيء، والحركة النسوية المسماة كونية لأنها تجهل أثر الهيمنة وكل ما تدين بها كونية المهيمنين الظاهرة في علاقتها مع المهيمن عليه. هنا كل ما له مساس بالرجولة تؤصل في التعريف الكوني للكائن البشري خاصيات تاريخية التي للرجل الرجولي الذي أنشأ من خلال تعارضه مع النساء، لكن الرؤية المسماة تفاضلية لأنها تجهل هي أيضا ما يدين به التعريف المهيمن للعلاقة التاريخية للهيمنة وللبحث عن الاختلاف المكون لها، لا تلفت هي الأخرى في همها لإعادة الاعتبار للتجربة النسوية. من شكل عام من أشكال منزعة الجوهرية تقبل بعض أوجه التعريف المهيمن للأسود كمثل الحساسية، تنسى أن الاختلاف لا يظهر إلا عندما تتخذ وجهة نظر المهيمن بخصوص المهيمن عليه، وأن هذا بالذات هو الذي تسعى لتتمايز عنه نتيجة علاقة تمايز تاريخية. في نقطة أخرى يقول الكاتب أن نتيجة الهيمنة الذكورية التي تشكل من النساء موضوعات رمزية هي وضعهن في حالة دائمة من عدم الأمان الجسدي، أو بالأحرى في حال من التبعية الرمزية. إنهن موجودات بوساطة ومن أجل نظرة الآخرين، أي بمثابة موضوعات مضيافة جذابة وجاهزة، وننتظر منهن أن يكن أنثويات، أي مبتسمات لطيفات مجاملات خاضعات محتشمات ومتحفظات وحتى منزويات. والأنوثة المزعومة ليست غالبا شيئا آخر سوى شكل من المجاملة إزاء انتظارات ذكورية في شأن تضخيم الأنا، وبالنتيجة فإن علاقة التبعية إزاء الآخرين تنحو لأن تصبح مكونة لكيانهن. إن حكم الغير هذا هو مبدأ الاستعدادات، مثل الرغبة بلفت الانتباه والإعجاب التي يشار إليها أحيانا بالغنج، أو مثل قابلية انتظار الكثير من الحب الوحيد القادر على حد قول سارتر على جلب شعور تبرير الذات في خصائصه الأكثر عرضية لكيانه ولجسده أولا، ولكونهن على مرأى نظر الآخرين على الدوام، فإنهن محكوم عليهن أن يختبرن باستمرار الفارق بين الجسد الفعلي المقيدات به والجسد المثالي الذي يعملن بلا انقطاع للاقتراب منه، ولأنهن بحاجة إلى نظرة الآخرين لتكوين أنفسهن، فإنهن يتوجهن في الممارسة دائما إلى التقييم المسبق للثمن الذي يمكن تلقيه من خلال المظهر الجسدي وطريقتهن في التحكم بجسدهن وعرضه.
يقول الكاتب: عندما نستجوب المراهقات عن تجربتهن المدرسية فإننا لا نستطيع إلا أن نصدم بوزن التحريضات والإعازات الإيجابية أو السلبية للوالدين والأساتذة ولرفاق الدراسة المسارعين دائما إلى تذكيرهن بطريقة ضمنية أو علنية بالمصير الذي خصصه لهن مبدأ التقسيم التقليدي. هكذا فإن الكثيرات منهن يلاحظن أن أساتذة التخصصات العلمية يلتمسون الفتيات ويشجعوهن أقل مما يفعلون مع الفتيان، وأن الوالدين مثل الأساتذة أو مستشاري التوجيه يصرفون الفتيات عن بعض المسيرات المهنية التي اشتهرت بأنها ذكورية لمصلحتهن، عندما يقول لك أبوك لن تستطيعي أبدا القيام بهذه المهمة، فإن هذا يغيظ جدا، بينما يشجعون إخوانهن على اختيارها. لكن هذه الدعوات للانضباط تدين بقسط كبير من فعاليتها إلى سلسلة كاملة من التجارب السابقة، لا سيما في الرياضة التي هي غالبا مناسبة لملاقاة التمييز. وفي نقطة أخرى يقول الكاتب ويوضح إن النساء مقصيات من عالم الأشياء الجدية ومن الشؤون العامة، وعلى نحو خاص الاقتصادية، لذلك فقد بقينا محصورات زمنا طويلا في العالم المنزلي وفي النشاطات المرتبطة بإعادة الإنتاج البيولوجية والاجتماعية للذرية، وهي نشاطات أمومية تحديدا، حتى لو اعترف بها ظاهريا واحتفل بها طقوسيا أحيانا، فإنها ليست كذلك إلا لكي تبقى تابعة لنشاطات الإنتاج الوحيدة التي تتلقى جزءا اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا والمنظمة بالنظر إلى المصالح المادية والرمزية للذرية أي الرجال. وهكذا فإن قسما مهما جدا من العمل المنزلي الذي يتوجب على النساء له اليوم أيضا في العديد من الأوساط غاية في الإبقاء على تضامن واندماج العائلة. وفي نقطة أخرى يتحدث الكاتب عن الهيمنة والحب، فيقول إن الحب الصافي هذا الفن من أجل فن الحب هو اختراع تاريخي حديث نسبيا، مثل الفن من أجل الفن، حب صاف للفن الذي له صلة به تاريخيا وبنيويا. والحب الصافي لا يصادف من دون شك إلا نادرا جدا في شكله الأكثر اكتمالا، وهو حد لم يبلغ قط تقريبيا. نتحدث عندئذ عن حب مجنون، هو هش جوهريا لأنه مرتبط دائما بلزوميات المفرطة وبالجنون، معرض بقوة شديدة للطلاق، ومهدد بالانقطاع بالأزمة التي يمكن أن تثيرها العودة إلى الحساب الأناني أو مجرد تأثير اكتساب الطابع الروتيني. لكنه يوجد كفاية خاصة لدى النساء ليؤسسن معيارا أو مثالا أعلى عملي، أهل لأن يتبع لأجل ذاته ولأجل التجارب الاستثنائية التي يوفرها. إن هالة الغموض التي يحيط الحب الصافي به نفسه، لا سيما في التقليد الأدبي، بالإمكان أن يفهم بسهولة من وجهة نظر صارمة أنثروبولوجية، والاعتراف المتبادل القائم على تعليق الصراع من أجل السلطة الرمزية الذي يثيره السعي للاعتراف والغواية الملازمة لأن يهيمن به يهتدي كل واحد إلى نفسه في آخر الذي يعترف به على أنه آخر ذاته نفسها، والذي يعترف به باعتباره كذلك يمكن أن يسوق في استفكاريته التامة إلى ما هو أبعد من تناوب الأنانية والغيرية، إلى ما هو أبعد من التمييز بين الذات والموضوع كذلك، حتى حال الانصهار والتوحد التي كثيرا ما تذكر في مجازات قريبة من المجازات الصوفية، حيث يستطيع كائنان أن يتلاشى أحدهما في الآخر من دون أن يتلاشاه. والذات العاشقة لما تنتزع من الاستقرار وعدم الاطمئنان الميزتين لجدلية الشرف الذي على الرغم من كونه مؤسس على التماس المساواة، فهو معرض دائما للجموح المسيطر للمزايدة. لا تستطيع الحصول على الاعتراف إلا من ذات أخرى، لكنها تتنحى مثله عن نية الهيمنة. إنها تسلم طوعا حريتها إلى سيد يسلمها بدوره حريته، فيتطابق معها في فعل استلاب حر يتم تأكيده إلى ما لا نهاية. إنها تحس بنفسها كأنها خالقة شبه إلهية،
تصنع من عدم الشخص المعشوق عبر السلطة التي يمنحها إياها والتي لا يعرفها سواهما، والتي يتبادلها المحبان، والتي كما في طقس تكريس تعلم ولادة جديدة وبدء أول مطلق وتغير في المكانة الأنطولوجية، لكنها في المقابل خالقة وبالتزامن تعيش على خلاف بجماليون ذاتي المركزية ومسيطر مثل مخلوق لمخلوقه. اعتراف متبادل وتبادل التبريرات للوجود ولمبررات الوجود وشهادات متبادلة عن الثقة، جميعها علامات للتبادلية التامة التي تمنح للدائرة التي يغلق الثنائي العاشق على نفسيهما داخلها وحدة اجتماعية أولية يستحيل تقسيمها، ووهبت بقوة اكتفاء ذاتي رمزي وسلطة أن تنافس منتصرة مع كل النذور التي نطلبها عادة من المؤسسات ومن طقوس المجتمع، ذلك البديل الدنيوي لله. إن شيوع التحليل العلمي لشكل من الهيمنة له بالضرورة آثار اجتماعية، لكنها قد تكون ذات اتجاهات متعارضة، ذلك أنه يمكن له إما أن يوطد الهيمنة رمزيا حين تبدو معاينته مستردة أو متقاطعة مع الخطاب المهيمن التي غالبا ما تتخذ الأحكام السلبية للأشكال الخارجية لتدوين تقريري خالص، وإما أن يساهم في تحييدها فيما يشبه بعض الشيء طريقة إفشاء سر دولة بأن يشجع على حشد الضحايا، ومن ثم فهو معرض لكل أنواع سوء التفاهم التي يكون التنبؤ بها أسهل من تبديدها مسبقا. ويقول الكاتب: من المفهوم تماما بلا ريب أنه من أجل تجنب الإقرار بالواقع بحجة تسجيله علميا قد يلفي المرء نفسه منجزا إلى أن يضرب صفحا على أشد التأثيرات سلبية وضوحا للهيمنة والاستغلال، إما أن ننحاز بوعي تقريبي بصلب انشغال إعادة الاعتبار أو خوفا من إعطاء أسلحة للعنصرية التي تؤصل على وجه الدقة الاختلافات الثقافية في طبيعة المهيمن عليهن، والتي تعطي لنفسها الحق في لوم الضحايا، التي تضع بين قوسين شرط الوجود التي هي نتاج لها، وللتحدث عن الثقافة الشعبية أو بخصوص السود في الولايات المتحدة عن ثقافة الفقر، وإما أن يفضل المرء كما تفعل بعض النسويات اليوم التغافل عن تحليل الخضوع خشية أن يؤدي الإقرار بمشاركة النساء في علاقة الهيمنة إلى نقل عبء المسؤولية من الرجال إلى النساء، وفي الحقيقة وعلى نقيض الرغبة النبيلة في التظاهر التي من أجلها ضحت الحركات التثويرية كثيرا، والتي تقضي بتقديم تمثل جعل مثاليا عن المضطهدين والموصومين باسم التعاطف والتضامن أو الاستنكار الأخلاقي، وبالضرب صفحا حتى عن آثار الهيمنة لا سيما أكثرها سلبية. ومع ذلك فإن الارتياب الاستباقي الذي يرخي بثقله على الكتابات الذكورية بخصوص الاختلافات بين الجنسين لا يفتقر إلى أساس، ليس لأن المحلل الذي أخذ فيما يعتقد أنه فهمه قادر وهو يخضع من دون علمه لنيات تبريرية على أن يقدم الافتراضات التي دلل بها نفسه على أنها اكتشافات لافتراضات الأعوان، وبخاصة لأنه على علاقة بمؤسسة متأصلة منذ آلاف السنين في موضوعية البنى الاجتماعية وفي ذاتية البنى المعرفية، ولأن ليس لديه بالتالي ما يفكر به في التعارض بين المذكر والمؤنث إلا فكرا مبنيا وفق ذلك التعارض، فإنه يعرض نفسه لاستخدام أدوات للمعرفة.
وفي النهاية يقول الكاتب إن الهيمنة الذكورية مترسخة في لاوعينا حتى أننا لم نعد نعقلها، وهي متوافقة مع انتظاراتنا حتى أننا نصاب بمرارة لدى وضعها موضع تساؤل. إن الوصف الإثنوغرافي للمجتمع القبائلي وهو كونسرفاتوار حقيقي للاوعي المتوسطي يوفر أداة فعالة للغاية لحل البداهات والاستكشاف البنى الرمزية لذلك اللاوعي المركزي الذكوري الذي يعيش عند الرجال والنساء اليوم، لكن اكتشاف أوجه الدوام يجبر على قلب الطريقة المعتادة في طرح المشكلة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا قراءة في كتاب، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة.